كيف سيكون الحال والمآل؟ الانطلاقه الهجوميه من جانب عناصر فريق كرجاء الرياضي، رفع الكره داخل منطقه الجزاء تنفذ بشكل جيد، لكن الدفاع في المكان المناسب الذي يتمكن من تأمين المنطقه الدفاعيه وابعاد كل خطر. كره ممتازه ليسري بوزوق كره خطيره جول. الرجاء يشعل المدرجات. كرة لعبت، كرة سجلت والجماهير تفاعلت. هدف يأتي في الدقيقة 54. الرجاء واحد، ماذا تزمامنا على شيء. كرة كيف لعبت، كيف نفذت، كيف تمكن منها يسري بوزوق. رواغ داخل منطقة الجزاء، وحده بولكسوت، وحده محمد، وحده بولكسوت يضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول في هذا اللقاء، وبالتالي الهدف الذي يأتي في الجولة الثانية ويغير النتيجة. كيف سيتعامل مع فريق نهضة تسمامة؟ الإعادة من مختلف الأماكن، الإعادة من مختلف الزوايا لهذا الهدف الأول. بولكسوت يضع الكرة في الشباك ويعلن 6 أهداف يسجلها كاملة بالهدف اللي تسجل اليوم من جانب بولكسوت. هذه الجماهير التي تساند فريقها. كرة تنفذ ممتازة، جول. الرجاء يقدم احلى الاماني، ونهضة تسمامنا اليوم تعاني. هذا ما يظهر في هذه المباراة. هدف ثاني من كرة من ركنية من كرة ثابتة تسجل مباشرة صوب المرمى. مروان فخر يظهر اليوم على انه عانى كثيرا. هدفين 2، لكن كيف اتيا؟ شوف الصورة في المدرجات هنا، الطريقة كيف أتى الهدف. كرة لعبت مباشرة صوب المرمى. نوفل الزرهوني، نوفل من لعب مباشرة، والحارس مروان فخر في محاولة لإبعاد الخطر. يظهر أنه لم يبعد الخطر بل أدخل الكرة للشباك. هدف يأتي ليكون بهذه الكيفية من جانب اللاعب نوفل الزرهوني. 2 أهداف مقابل شيء. النتيجة المسجلة